جه الفتره ده الدكتور كمال درويش جه بالتعيين وكان النادي ستيبل مستقر يعني بالظبط كده. طبعا شيخ النادي او عمده نادي الزمالك المستشار جلال ابراهيم، راجل طبعا. الازمات في النادي ده راجل هادي جميل. جدا جميل. وراجل ما بيحبش يزعل حد والامور بتمشي يعني زي ما هي ماشيه، لا هو بيقدمها ولا هو بيأخرها. انا بحبه جدا وبحترمه جدا يعني. المستشار مرتضى من الناس اللي عايز يغير الدنيا في ثانيه، يعني هو شاف ان الدنيا صح في الحته دي فلازم يغيرها بالشكل دوت. هي مش مشكله، هي مشكله لبعض الناس ومش مشكله لبعض الناس الثانيه. يعني اقصد يا كابتن هو يعني بيعمل عداوات كتيره في اماكن كتيره، مع العلم ان هو ما بيقصدش، هو على فكره هو انسان طيب جدا. لو اتعاملت معاه انسان طيب، بس هو من الناس اللي بيسخنوا بسرعه. ايوه بالظبط. ممكن تسخنه على حاجه بشكل جدا عصبي جدا. انا عارف اللي هو انسان محترم وعارف اللي هو كويس وكل حاجه، لكن عصبيته الشديده خلت مصر كلها ضده دلوقتي. يعني ما ينفعش ان انت تيجي تطلع تهاجم كل الناس في نفس الوقت. يعني انت ممكن زي ما قلت لحضرتك دلوقتي اللي انا شايف دي وحشه فممكن اغير عليها، وبعد ما اغير دي اجي نمره 2، لكن ما ينفعش اغير الكون زي ما قلت لحضرتك في لحظه لان هو عصبي جدا. طيب الثالث بقى احنا قلنا خلاص الثلاثه تقريبا. طب ايه البطولات؟ انا عايز اعرف البطولات اللي كابتن عفت نصار صاحب المقوله عفت يا نصار خلي الملعب نار، ينزل عفت نصار يوم جايب جون بعد ما ينزل لو كان احتياطي، تنزل بعد العبارات جمهور الزمالك الكبيره والقافله البيضاء تقوم جايب جون. يعني ايه الموضوع ده؟ وانا عايز اعرف بطولاتك مع نادي الزمالك وايه اهمها. انا اكتر لاعب في تاريخ نادي الزمالك خد بطولات. انا اخدت مع نادي الزمالك 15 بطوله. 15 بطوله محليه؟ محليه اللي هي الدوري وكاس وبطوله افريقيا. واخدت بطوله مع النادي المصري البورسعيدي اللي هي بطوله كاس مصر. انا طلعت نادي الزمالك، طلعت الفريق الاول سنه 86 اول بطوله، يعني مجرد ان انا اسمي اتحط في القائمه الافريقيه. اخذنا بطوله افريقيا في الوقت دوت بتاعت شوتنج ستارز تقريبا هي دي بتاعت جمال عبد الحميد وكان ومجموعه كان في لعيبه كتير يعني. بعد كده جينا كابتن فاروق جعفر وابراهيم يوسف صح؟ كانت فرقه طبعا مستحيل. قوارشي كوارش لا ما شفتوش، ما كانش بيلعب. كوارش كان 85 ومشي. 85 مشي. بالظبط كده. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. مات. بقى له 4 شهور يعني. الله يرحمه. فبقول لك دي يعني دي اول طلعتي مع الفريق الاول. جينا بعد كده 86 اخر 86 جه حصل دروب كده وخرجنا من بطوله افريقيا برضو في الوقت دوت قدام كتوكو عشان كتوكو. جينا دخلنا في نص 87 مسكنا كابتن عصام بهيج، خدنا دوري وكاس، والدوري اللي بعدها كمان السنه اللي بعدها 2 دوري ورا بعض وكاس مصر. كابتن عصام بهيج طبعا. والبطوله العربيه في قطر 89 88 89 89 انضميت لمنتخب مصر مع كابتن جوهري كاول لاعب في اسمه في المنتخب يعني. مع كابتن جوهري. كنت صغير جدا، انا كنت لسه ما كملتش 19 سنه على فكره. انا انضميت لمنتخب مصر 17 سنه و8 شهور مع كابتن فؤاد صدقي، ورحت معاهم يوغوسلافيا. كان البطوله العربيه اللي هي في سوريا تقريبا، وكانت معموله على ترتان. وجيت انا هنا في مصر اتعورت، جالي زي شوك في بطني كده فما سافرتش. فحتى عندي بعض الجرايد كده ان كابتن فؤاد صدقي يعني بيتعثر ألما ان انا ما روحتش، لان انا كنت موهبه كبيره وكان عايز يوريها للناس وكده يعني. كنت طالع بشكل قوي جدا مع الزمالك. فجيت بعد كده 89 لعبنا اللي هو الدوري وجي ما كملش علشان كاس العالم. كنت موجود في التصفيات في الاول. كنت موجود في التصفيات. بعد كده جيت انت تعرضت لاصابه كان 90 كانت هتروح كاس العالم وفي اصابه شديده. اتكسرت رجلي 4 هشام عبد الرسول قال او اتكلموا بعد كده زملائنا قالوا ان هشام عبد الرسول وعفت نصار غابوا للاصابه وكان دورهم كبير. يمكن كان الكابتن هشام كان في التمرين دخل فيا فكسر لي رجلي من تحت 4 حتت. فعملت شريحه ومسامير فما نفعش مع ان كان نفسي يعني. لان هو ده كان حلم اي لعيب في العالم. لا وكمان كانت تفرق حتى في السي في كل حاجه اللي بعد كده في حياتك يعني كانت تفرق طبعا. معلش خير. بس جه بعد كده 91 92 خدنا دوري مع الزمالك. 91 92 ده 2 دوري ورا بعض. تمام. سنتين وكاس مصر برضو تقريبا. وبعد كده جينا 93 و94 مع كابتن الجوهري دوري وبطوله افريقيا والسوبر. وخدنا انا اول ما طلعت كمان مع فريق اول اخدنا الكاس نص الدنيا اسيا الافرو اسيويه سنه 86. لو معانا تليفونات يا جماعه في ممكن نستقبل تليفونات. فولكا والياباني
معانا الاعلامي الاستاذ سمير زكي. اتفضل يا استاذ سمير. الو، نقول الو تاني. طيب الو استاذ سمير. استاذ سمير. استاذ سمير. استاذ سمير. طيب على العموم حاول يا استاذ سمير تاني واحنا في انتظارك، يعني لو في عندك اسئله او اي حاجه. ايه يا كابتن نافع؟ بس 86 في بدايه طلوعي كسبنا الافريقيا الاسيويه، انا كنت جبت جون وكابتن جون حقيقي كان جاب جون، اسمها كاس نص الدنيا دي كده. كسبنا فوركا واليابان، الافريقيا الاسيويه كسبنا فوركا واليابان 2-0. أيوة. هنا في انا فاكر الماتش ده كان جامد قوي. كسبنا البطوله دي كانت بطوله ثاني بطوله تقريبا مع الفريق الاول بعد بطوله افريقيا، ودي كانت كاس نص الدنيا. كنا خدنا بطوله افريقيا. بطوله نص الدنيا فعلا. كان قبل 18 سنه معايا بطولتين يعني كمان. وانت لعبت بدري برضه، وانت برضه انت من 100 عقبه اصلا تقريبا. لا انا من بولاق ابو العيله تقريبا يعني. طب كويس. يعني اقصد جنب النادي. حته بيت اهل انا بعتز بيها طبعا كده. انا قعدت فيها بعد كده. طبعا انا اعرف ان انت عرفت. احنا نعرف بعض من زمان على فكره. فاكر نعرف بعض من زمان. فريد زمالك كنت يعني، وعلاء كان معايا فاكر. انا عارف. وحسام وبتاع. فاكر انت لما رحنا الهرم وبعدين يعني عايزين نجيب بقى الدوري التركي والدوري الاوروبي بالانتنه. طيب على العموم كابتن عفت، يعني انجازات كتيره قوي انت عملتها ما شاء الله يعني بس مش محسوبه يعني. ليه مش محسوبه؟ ليه؟ بحس ان انا ما خدتش حقي كلاعب. انت مش راضي عن نفسك يعني تقول؟ لا مش راضي على الرؤيه او السبوت اللي اتحط عليا. بمعنى ان كان في استاذ سمير اهلا بيك. رجعت استاذ سمير. استاذ سمير. طيب انت عندك مشكله يا استاذ سمير ولا ايه؟ طب حلها وارجع لنا. الو طيب واضح اللي فيه مشكله عندك يا استاذ سمير. معلش حلها وارجع لنا تاني. استناك. ايه يا كابتن عفت؟ كنا بنقول ايه؟ يعني انت حاسس ان انت اتظلمت اعلاميا؟ على فكره في حد في فيتو، يعني الخبر نزل النهارده في فيتو بيقول ان عفت نصار لعيب حريف واتظلم اعلاميا. بالظبط. شمال ويمين ولعيب جامد جدا. وفي حد تاني بيقول من رحاب بيقول برضو اللي عفت يا نصار خلي الملعب نار، احنا ما نقدرش ننساك كجماهير نادي الزمالك. وحاجات كتيره. فانا بشكر طبعا فيتو، بشكر المدار وبشكر دنيا الملاعب. نزلوا صورك طبعا 3-4 مرات من امبارح للنهارده عن اللي حضرتك مشرفني في استاد العروبه. الحقيقه هقول لك انا يعني انا مقصر في حقي فعلا. في ناس بتقول انت اتظلمت. مقصر في يعني هقول لك على حاجه. اتظلمت ولا انت ما بتظهرش كتير؟ انا اتظلمت، وانا كمان كملت الظلم ده على نفسي. انت ما بتظهرش كتير يعني. انا عارف ان انت نادر لما بتروح لبرنامج. اخرها يعني انا بقالي 5 سنين. بس جيت عشان احنا اصحاب يعني. شيل السنتين اللي فاتوا قبل الثوره، انا قعدت 5 سنين افضل مدرب في الممتاز بيه. كل سنه بكل الجرايد والتلفزيون والمدربين بيدوا عفت نصار افضل مدرب في الممتاز بيه، وما اشتغلتش دوري ممتاز. رغم ان اسمك كتير. رغم ان ايه ان كل الانديه او كل المدربين اللي بيشتغلوا دوري ممتاز بينزلوا يشتغلوا ممتاز بيه. بالظبط. ففي الممتاز بيه انا بتفوق عليهم في الجزئيه دي يعني. كل سنه يقول لك افضل، فانا ما اشتغلتش ممتاز الف. ليه ما اشتغلتش ممتاز الف؟ لغايه ما جه واحد صحفي قال لي انت ما بتجريش الجو، لازم تخرج مع فلان دوت وتكلم فلان. اهل الثقه ولا الخبره حتى في الموضوع ده كابتن معقوله؟ اهل الثقه ولا الخبره؟ طلعت ودم خفيف على قلبك، وانت رخم وانا حلو وجميل او لطيف دم خفيف، فانا ممكن تمسك حته كده مدرب هنا. للاسف انا نفسي بس يعني معقوله نفسي كل واحد ياخد حقه. بما انعم الله عليه. بالظبط. وبما اجاد بيه نفسه يعني. هو بالزبط. كمان هو يكون ادى وشاف والكلام دوت. فتخيل مثلا يعني. طب تدريبك انت دربت ايه؟ بدات تتدرب ايه؟ لما بدات سكه التدريب او طريقه التدريب؟ سكه التدريب بعد ما خلصت كوره على طول. سافرت فرنسا، رحت قعدت سنه. خدت دوره تبع الفرنش فيدريشن الاتحاد الفرنسي يعني. اخدت دوره 100 يوم. اتعلمت فيها يعني ايه تدريب ويعني ايه كوره. جيت نزلت مصر هنا، خدت كل الدورات اللي موجوده في مصر قبل ما انزل اي تدريب خالص. تمام. وبعد كده جيت دخلت مدرسه كوره في نادي الزمالك. وفي نفس الوقت عملت اكاديميه رياضيه ليا انا مدرسه كوره برضو. في نفس الوقت. وبعد كده جيت مسكت 14 سنه. وبعد كده جيت في نادي الزمالك. في نادي الزمالك. وبعد كده جيت مسكت 20 سنه مع كابتن ابراهيم يوسف. كان ماسك مشرف عام على النادي او مدير القطاع الناشئين. انا المدرب الوحيد اللي في النادي كنت خدت بطوله في السنه دي. جيت جالي من بره اكتر من نادي اشتغل فيه. فرحت مسكت النادي اسمه منوف بيلعب في الدرجه الرابعه. اشتغلت معاهم في السنه دي، صعدت بيهم وسبتهم. جات لي بعد كده النادي اللي بعديه، جالي النادي اسمه مياه البحيره. فرحت مياه البحيره. انجاز غير مسبوق عندهم يعني. معلش استاذ سمير ثالث مره. لا ثالث مره.